أهلا، إزيك؟ أنا الدكتور ألكسندر موتى، وفيديو النهاردة هنتكلم تاني عن القدمين، عن الإحساس بالحرقان والألم المزعج في باطن القدم. في طريقة بسيطة جدا وعملية نقدر نحسن بيها العصب اللي بينقل الإحساس من باطن القدم للمخ بتاعنا. بص على القدم، الإحساس بالألم أو الحرقان هنا في باطن القدم غالبا بيجي عن طريق عصب اسمه العصب الزنبوبي. العصب ده بيجي من الجنب الداخلي للقدم وبيعدي ورا الكعب الداخلي، يعني العظمة الصغيرة بتاعة الكاحل، وبعدين بيروح للقدم. يعني كل الإحساسات والتوصيل العصبي في باطن القدم بيوصل للمخ عن طريق العصب الزنبوبي الخلفي اللي هو العصب الزنبوبي. عشان نلاقي المكان اللي هنشتغل عليه نعمل كده. أول حاجة تلاقي العظمة اللي في الجنب الداخلي للكاحل اللي هي الكعب الداخلي، ماشي؟ وفي ناس بيكون سهل تلاحظها وفي ناس تانية مش قوي، بس أول ما تبدأ تلمس وتتحسس هتلاحظ بسرعة إن في عظمة كده بارزة زي كورة صغيرة أو كبيرة من العظم، والجزء ده هنا هو الكعب الإنسي. ونقطة المرجع التانية اللي هنستخدمها هي الكعب، وده سهل نشوفه ونلاحظه. متفقين؟ يبقى الكعب والكعب الإنسي ما بين العظمتين دول، ما بين النقطتين دول بيمر العصب الزنبوبي. خليه واضح هنا، شايف؟ العصب الزنبوبي الخلفي أو العصب الزنبوبي، صح؟ المشكلة الكبيرة إنه في شبكة بتربط الكعب بالماليول، صح؟ اللي هي الرباط اللي ممكن تحبس أو تضغط عليه العصب ده، تمام؟ وكمان تحت الرباط ده في النفق ده مش بس العصب اللي بيعدي، فيه أوتار عضلات كتير بتعدي، صح؟ والتركيب اللي هنفكه أو بنحسنه هو بالظبط الرباط ده، وبكده بنحسن مرور العصب الزنبوبي في المنطقة دي. هتعمل إيه ب3 صوابعك؟ هتلزقهم على الجلد، وأول حاجة هتعمل مساج سريع بسيط، بص لقدام ولورا لقدام ولورا، كأنك بتسخن أو بتدفي النسيج، تمام؟ بعد كده الاتجاه التاني ناحية الكعب وعظمة الكاحل، وفي الآخر هتعمل كده، لف في اتجاه عقارب الساعة وامسك لمدة دقيقة ونص، بعدين سيب، ولف في عكس اتجاه عقارب الساعة وامسك لمدة دقيقة ونص. خد بالك ان ايدي مش بتتزحلق على الجلد، ماشي؟ هي بتلزق في الجلد وبتاخد الجلد في اتجاه عقارب الساعة لمدة دقيقة ونص، بعدين بتسيب، تلزق في الجلد وتاخد الجلد في عكس اتجاه عقارب الساعة لمدة دقيقة ونص. في نقطة تانية ممكن تساعدنا كتير هنا، إننا نحسن حركة الكعب. تمام، بص كده، امسك الكاحل بإيد والإيد التانية تحضن كورة الكعب وانت هتحرك. ممكن تعمل زي علامة زائد لجوه ولبره، بعدين لفوق ولتحت، وكمان ممكن تعمل دواير. اعمل حوالي 30 مرة في اتجاه و30 مرة في الاتجاه التاني. بص ازاي ده بيحرك الرباط ومع مرور العصب اهو، وده من بره، ماشي؟ تخيل بقى من جوه الحركة هناك أكبر بكتير. بعد ما تعمل التحرير المباشر وتحسن حركة الكعب، سيب لي في التعليقات إذا ده خفف الألم والحرقان في قدمك ولا لأ. عايز أطلب منك حاجة كمان، لو افتكرت حد عنده ألم أو حرقان هنا أو بيشتكي من مشكلة في رجله، ابعت له الفيديو ده، اعمل فيه الخير، ممكن تساعده كتير في جودة حياته. أنا هكتفي بكده دلوقتي، بعتلك حضن كبير وأشوفك في المرة الجاية. إيه رأيك؟ ساب التعليق هناك، تمام؟ لو افتكرت حد عنده ألم في رجله ابعت له الفيديو ده لو سمحت، بلاش تبعت الحاجات التانية دي. يا ساتر يا رب، أنا مش قادر أتكلم خالص. طيب، كتبت في التعليقات هنا إذا الفيديو ساعدك ولا لأ؟ لو ما كتبتش يلا اكتب، أنا هستنى.